اسمع يا تارك الصلاة، لقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تارك الصلاة أنه في النار مع فرعون وهامان وقارون. فاحذر يا تارك الصلاة أن تدخل تلك السلاسل في دبرك وتخرج من فمك لتسلك مع فرعون. إذا كانت الدنيا والأموال والمناصب أشغلتك عن الصلاة فأنت مثل فرعون الذي شغله الملك، أو مثل قارون الذي شغله المال، أو مثل هامان الذي شغلته الوزارة. فتنبه يا تارك الصلاة، واحذري يا تاركة الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول العلماء إن الذين أضاعوا الصلاة هم الذين أخروها عن وقتها. يا ربي فكيف بحال من تركها؟ لماذا تترك الصلاة ولماذا تؤخر؟ الشهوة، شهوة النوم، شهوة المال، شهوة المباريات، شهوة النساء، شهوة الأسواق، ما ضيعتنا إلا الشهوات. وكما روي في الحديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بك يا رب أن تجعلنا من المسخوط عليهم يوم اللقاء الأكبر.